ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له، لا ولد له، لا صاحبة له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يشركون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا إلى جنات النعيم سيد الأولين والآخرين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ثم أما بعد. أيها الأحبة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وخير وصية أوصي بها نفسي وإياكم هي وصية الله للأولين والآخرين. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدقت يا ربنا فيما قلت، فمن أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم كان من الفائزين في الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. ومع نداء من نداءات الرحمن جل وعلا التي في سورة المائدة، والتي خص الله جل وعلا بتلك النداءات المؤمنين الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النداء ليس لكل الناس، فإذا نادى الله تبارك
ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ وبأي شيء ينادي في هذا النداء؟ وبأي أمر يأمرنا ربنا تبارك وتعالى في هذا النداء؟ قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فأمر الله تبارك وتعالى هنا في هذا النداء العدل. أمر ربنا تبارك وتعالى بالعدل، والعدل هو القصد في الأمر وضده الجور والظلم. والعدل قامت به السماوات والأرض، بذلك العدل أمر الله تبارك وتعالى المرسلين والنبيين والصالحين، أمرهم الله تبارك وتعالى بالعدل. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغضكم للمشركين أو اليهود أو النصارى أو غيرهم من البشر. لو أن بينك وبين إنسان عداوة لا تحملك عداوتك إياه ألا تعدل في الشهادة أو أن تشهد بالعدل أو أن تشهد بالحق. لا، العدل يكون مع كل الناس، مع البشر جميعا، مع جنس الإنسان جميعا، حتى لو كان من غير دينك أو من غير ملتك. إذا دعيت للشهادة أو أنك إذا حكمت بين الاثنين، هذا مسلم أو هذا غير مسلم، فعليك أن تنطق بالحق، ولا يجرمنك شنآن قوم كما قال الله تبارك وتعالى. لا يحملك بغضك وعداوتك إياه ألا تتكلم بالحق، بل عليك أن تتكلم بالحق، والله تبارك وتعالى وصانا لذلك. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، أمر من ربنا سبحانه وتعالى. اعدلوا هو أقرب للتقوى، وهذه هي الغاية. غاية العدل هي تقوى الله تبارك وتعالى. إن الله خبير بما تعملون. ليه؟ الله جل وعلا خبير بما في الصدور. إذا نطقت بالحق أو خلاف الحق فالله تبارك وتعالى يعلم ما في صدرك، وما تكنه نفسك فالله تبارك وتعالى يعلم. قال الله جل وعلا آمرا بالعدل: إن الله
في الصلح بين الناس فقط أو في الشهادة فقط، لا، بل العدل يكون في الأقوال، العدل يكون في الأفعال، العدل مع زوجاتك، العدل مع أولادك، العدل في الطعام، العدل في الشراب، في الملبس، في المأكل، في القصد، كل هذا يشمله العدل. تعال معي لنعرف ما جزاء العادلين عند الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: في السبعة الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم وأولهم إمام عادل. إمام عادل يظله الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل أن يحكم بين الناس بالعدل وبالقسط وبما أمره الله تبارك وتعالى. كذلك روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن جل وعلا، وكلتا يديه يمين تبارك وتعالى. المقسطين العادلين الذين يعدلون في أهليهم، في أولادهم، بين الناس، يعدلون في الأقوال والأفعال، هم على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين جل وعلا. تخيل في الحساب الناس جميعا يرون هؤلاء. من هؤلاء؟ من هؤلاء الذي النور يعلوهم، النور يعلوهم وهم على المنابر على يمين الرحمن تبارك وتعالى. من هؤلاء؟ هم المقسطون الذين كانوا يعدلون في الدنيا، جعلهم الله تبارك وتعالى على منابر من نور يوم القيامة. الناس جميعا يشاهدون هؤلاء الذين يعدلون بين الناس، الذين يعدلون بين إخوانهم، الذين يعدلون بين أولادهم، الذين يعدلون بين الناس ولو حتى من غير المسلمين. هذا ما أخبرنا به ربنا وأخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. أنت عندك زوجة وأولاد، أنت عليك ولايتهم، أنت مسؤول عنهم أمام الله. هل عدلت مع زوجتك؟ هل عدلت مع أولادك في البيت؟ أم قسمت الميراث وتركت البنات وأعطيت الأولاد الميراث وتركت البنات؟ هل هذا عدل؟ لا، والله هذا ليس بعدل وليس من شريعة الله تبارك وتعالى أن تقسم الميراث وتعطي أولادك الذكور وتحرم بناتك الإناث. هذا ما شرعه، ليس شرع الله تبارك وتعالى ولا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما وليت في وظيفة ومكنك الله تبارك وتعالى منها وتحكم بين الناس، إياك أن تجور في تلك الوظيفة التي ملكك الله إياها، إياك أن تجور وأن تظلم، وإن يكون فيه محسوبية أو رشوة أو غير ذلك، لا، اقصد في أمرك وتوكل على الله واعدل بين الناس، ولا تكن من الجاهلين الذين يظلمون الناس. تعال معي نذهب إلى أعدل خلق الله، كان عدلا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. وإن تركنا تلك الأمثال فإنما لنا فيه الأسوة الحسنة
الله، ما كان يغضب لنفسه أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ لقد هلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف عملوا إيه؟ أقاموا عليه الحد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده صلى الله عليه وسلم. تخيل هذا الحكم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل بنت رسول الله، بل قال بنت محمد وهي أقرب الناس إليه وفلذة كبده صلى الله عليه وسلم. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده صلى الله عليه وسلم. انظر إلى العدل، كيف كان العدل مع أهله ومع جيرانه ومع الناس جميعا، كيف كان يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال آخر رواه ابن إسحاق وابن هشام وصححه الإمام الألباني في غزوة بدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يساوي صفوف المقاتلين لكي يذهبوا إلى الغزوة، وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم ضرة أو شيء يشبه العصا كان يساوي بها الصفوف صلى الله عليه وسلم. وكان من بين الصفوف صحابي جليل اسمه سواد بن غازية. هذا الصحابي كان خارجا قليلا من الصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم غمزه بالدرة وقال له: استوي يا سواد. فقال سواد ومسك ببطنه رضي الله عنه وارضاه، قال: لقد أوجعتني يا رسول الله، وقد أرسلك الله تبارك وتعالى بالقسط والعدل، أريد أن أقتص. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابي جليل يقول له: لقد أوجعتني وقد أرسلك الله بالقسط والعدل، أريد أن أقتص يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أسامة، أقتلت رجلا بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، لقد نكل بالمسلمين وقتل فلان وفلان وفلان، وقالها متعوذا، لم يقل بها مؤمنا بل قالها متعوذا خائفا من السيف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ماذا ستفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة حين تأتي وتحاج؟ وهذا عدله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كان عدله حتى مع المشركين، لم يقل قد قتلته واسترحنا منه وذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على العدل. كذلك مع زوجاته صلى الله عليه وسلم كان عادلا، ومع أصحابه كان عادلا، ولنا فيه الأسوة ولنا فيه القدوة صلى الله عليه وسلم. ولنا تكملة في الخطبة الثانية. أستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. إن قال قائل: إنك تكلمنا عن رسول ومأمور من عند الله تبارك وتعالى، لكن سأكلمك عن رجل ضرب به المثل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العدل. وبالعدل قامت السماوات والأرض، وبالعدل تصلح المجتمعات، ولا يكون فيه عداوات. من هو هذا الرجل الذي ضرب به المثل في العدل؟ وهو رجل من رجال المصطفى صلى الله عليه وسلم، رجل من جيل الصحابة الذي تربى على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اقتفى أثر حبيبه صلى الله عليه وسلم، واهتدى بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان سائرا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ إنه عمر ابن الخطاب رضي الله عن عمر الفاروق، الذي فرق الله به بين الحق والباطل. عمر، وما أدراك ما عمر، اختصم إليه رجلان، كما أخرج بذلك الإمام مالك من طريق سعيد بن المسيب. اختصم إليه رجلان، رجل مسلم ورجل يهودي، فأعطى الحق لليهودي، مع أن بين عمر وبين اليهودي
محمد صلى الله عليه وسلم ومن أقران عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. فأرسل سيدنا عمر ورقة رسالة إلى عمرو بن العاص أن احضر أنت وابنك، فحضر فأتيا إلى عمر بن الخطاب فقال عمر في المجلس: أين المصري؟ فقام المصري قال: خذ الصوت واضرب به ابن الأكرمين. يقول أنس: وكنا نحب أن يضرب المصري ابن عمرو ابن العاص لأنهم كانوا يحبون العز، كانوا يحبون العز، فأخذ يضرب ويضرب ويضرب حتى اقتص منه. فقال سيدنا عمر بن الخطاب: يا مصري ضع على صنعة عمرو بن العاص. فقال المصري: لا، إنما اقتصصت من الذي ضربني وإن أبيه لم يأذي. فقال عمر رضي الله عنه كلمات تزلزل الجبال، فقال لعمرو بن العاص: يا عم، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ هذا عمر رضي الله عنه وارضاه. أيها الإخوة الفضلاء، يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله بالقسط. كن دائما قائما بالعدل بين أهلك وأولادك. إياك بغضك أو زعلك من إنسان أو أن تكون بينك وبينه خلاف أن يحملك هذا الخلاف وهذا البغض على أن تظلمه أو أن تجور عليه. وتذكر ما أمرنا الله تبارك وتعالى به، وختام تلك الآية: واتقوا الله. هذه هي الغاية من العدل، أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم